الناس جميعا لا يرد له أمر. لو عاش المرء هكذا خليه يعيش كفرعون الذي عبد، كان إلها يعبد، وهذا قمة ما يصل إليه أي إنسان له أباء، أن يكون معبودا. فرعون ما له نظير في الدنيا. لو عاش المرء مثل هذا، قال صلى الله عليه وسلم حتى أبين أن كل هذا لا قيمة له وأنها سنين، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا وعزتك ما مر بي بؤس قط. وهذه غمسة، فما بالك بمن تكون النار مستقر. فلذلك الحسن البصري أحسن الاختيار. ميمون يقول: أنا قسى قلبي. وطبعا إنما استفاد ميمون لأن المحل طيب، قبل مثل هذه الموعظة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بالموت وبالحساب ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هلك السلطان وهلك المال، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت؟ ليت شعري ما أراه أهمود أم قنوت؟ أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت؟ زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، لم تزد عنهم نحوس الدهر إذ حانت بخوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. الحسن لأنه رجل مجرب، وترى على موعظة العالم الذي لابس الناس ما لا تراه على وعظ الذي حبس في مكتب، أو على وعظ الذي يقرأ من كتاب. إن وعظ العالم، إن الفرق بين وعظ العالم وبين وعظ الزاهد كالفرق بين القدم والفرق، أو كالفرق بين السماء والأرض. أما الزاهد فلأنه إنما يعيش لنفسه، فإذا جاءه جاء يستنصحه فينصحه بترك الدنيا، ونحن أبناؤها وعلى لبانها فطمنا، فيصعب على الناس ترك الدنيا. أما العالم فيحبب الناس في الله فيسهل عليهم ترك الدنيا. العالم هو الحكيم الذي يضع الحكمة في موضعها. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الدنيا إذا أقبلت على إنسان خلعت عليه محاسن غيره، يبقى هو اللي بيفهم في الزراعة، هو اللي بيفهم في التجارة، هو اللي بيفهم في الرياضة، هو اللي بيفهم في كل حاجة، كل شيء هو يفهمه. إذا أقبلت عليه الدنيا خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. المهم أن ميمون غشي عليه ولم يتحمل هذه الآيات القوية، ثم أفاق فقالت لهما الجارية: اخرجا فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. ليه؟ لأن الآيات أيضا أثرت في الحسن البصري، فكأنما يعني تركهما ودخل الدار. المهم أن ميمون ابن مهران وعمر بن ميمون خرج من الدار، فجرى بينهما الحوار الآتي: قال عمرو لأبيه: يا أبت أهذا هو الحسن؟
قال نعم يا بني. قال ظننته أكبر من ذلك. هو كان فاكر بقى الحسن أول ما يروح بقى الحسن هيتكلم بقى بالكلام المشهور. الحسن يعني كان يعني منطقه ينظم الدر، حتى قيل إنه ينطق بكلام الأنبياء ولو كلام جميل. يعني الحسن البصري له كلام طيب، يعني مثلا من كلامه المشهور وهو يتكلم عن العصاة الذين خلعت عليهم الدنيا محاسن غيرهم. قال إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الوجه له إشراق، المطيع تلاقي وشه منور والعاصي وشه مظلم، حتى وإن يعني كسيت عليه هالات الأبهة وهالات الملك والسعادة والكلام ده تلاقي وشه مظلم. ده كلام الحسن. هملجت بهم البغال، الهملجة اللي هو نوع من حركة البغل، يعني إذا ركبه الراكب كالرقص والمخطرة والكلام ده. وهملجت بهم طقطقت بهم البغال، هملجت بهم البراذين. البرذون اللي هو الفرس العربي الجيد الممتاز الذي يباع الآن بالملايين. فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم. وكان من كلامه الجيد كمان وهو يتكلم عن الذين يعصون الله تبارك وتعالى. قال هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. هو عمرو كان فاكر الحسن هيدخل في الدور ده، يعني يجيب بقى ايه الكلام المشهور وكده. فقال ظننته أكبر من ذلك. قال ميمون فضرب أبي في صدري وقال يا بني إنه تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه. أي هذه الآيات لا تطرق سمعك إلا تجرح قلبك. طيب هذا ميمون ابن مهران، وكان كاتبا لعمر ابن عبد العزيز، وكان كما قلت كان إماما ثقة، وابنه برضه كان كذلك، وعايش في خلافة، والمجتمع كله مجتمع فاضل، ولا يستطيع إنسان أن يجهر بمعصية في هذا المجتمع. ألوف الأيدي كانت تأخذ على يعني تضرب على هذا المارق، ومع ذلك يشعر بقسوة، فلا يستغني عن وجود عالم رباني كوجود الحسن البصري رحمة الله عليه. فهل نحن إذا قست قلوبنا نتحرك كما تحرك ميمون ابن مهران رعاية لجناب هذا القلب الذي يوزن المرء به يوم القيامة؟ هل فعلا نحن نعامل القلب هذه المعاملة الجيدة التي تليق بالملوك أما أهملناه وطرحناه خلف ظهورنا؟ النهاردة أي رجل أعمال مثلا عنده مستشار قانوني، عنده محاسب، وليس عنده مفتي. ليه؟ هذا مؤذن بهوان الدين، لأن الدين لو كان على خريطة اهتمام هذا الإنسان للمفتي ده مجانا. مفتي لا يأخذ مالا، وبتاخده يوم ويومين وساعة وساعتين ببلاش، ومع ذلك يوم يهون عليك، يتصل بالهاتف، إذا وجد التليفون مشغول أو مش حد يرد يقول لك أنا عملت اللي علي. طب في علماء آخرون إذا جاء للعالم لم يجد العالم ظل ينفخ. ليه؟ لأنه قطع مشوار رايح جاي ولم يجد العالم. لا، لابد الاهتمام بهذا القلب كما قلت أن المرأة يوزن به. وأنا أترك بقى المجال للشيخ أبي أحمد ليتكلم عن أهمية العالم. يعني العالم كما قال الإمام أحمد يستطيع المرء أن يستغني عن الطعام والشراب 15 يوما. وأنا قلت لكم الحلقة اللي فاتت الشيخ الألباني رحمة الله عليه ظل 40 يوما لا يطعم، يشرب المية فقط لعلة ألمت ببدنه. فالإنسان ممكن يستغني عن الطعام والشراب أياما، قد يصل إلى 21 يوم ممكن الإنسان يستغني، لكن لا يستغني عن العالم طرفة عين. ليه؟ لأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين، والعلماء هم الأدلاء على الله سبحانه وتعالى. فنترك فضيلة الشيخ أبي أحمد يكلمنا عن أهمية العالم وأهمية العلم في حياة المسلم. تفضل يا مولانا.